النهارده هكلمك عن واحد من اعظم حراس المرمى في تاريخ افريقيا. في 2009 قدم عصام الحضري اعظم اداء فردي للاعب مصري في تاريخ بطولات الفيفا. في بطولة كأس القارات 2009 الحضري كان واحد من ابرز نجوم البطولة بعدد تصديات تاريخي. وصل عدد تصديات الحضري ل 18 تصدي في 3 مباريات، ومعدل 6 تصديات في الماتش الواحد. ضد منتخب ايطاليا قدم عصام الحضري اعظم اداء بالنسبه لحارس افريقي في البطولات الدوليه الخاصه بالفيفا، وتصدى ل7 تصديات اسطوريه. وضد منتخب امريكا رغم اننا خسرانين ب4 اهداف، ولكن الحضري تصدى ل7 تصديات، يعني كنا رايحين لكارثه وفضيحه. وضد منتخب البرازيل تصدى ل4 تصديات اسطوريه. في 2006 الحضري اعلى حارس مصري في التاريخ يحافظ على نظافه شباكه في عام ميلادي واحد. اما بقى في موسم 2007 كان تاني اكتر حارس في العالم يحقق كلين شيت برصيد 35 كلين شيت. في 2013 اختارته بريتشارد ريبورت كسادس اعظم افريقي على مر التاريخ.